السلام عليكم متتبعيني الأعزاء، نتمنى ديما تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال إن شاء الله يا ربي. كيف ديما تنقولوا القصص اللي تيكونوا من الواقع واللي هما بصح نيت كيكونوا الناس عايشينهم، وكنحاولوا أننا ناخذوا منهم عبرة ونعطيو منهم عبرة لوحدين اخرين، لان ضروري الحاجة كدوز على راسك ولا كدوز قدامك ضروري ما تاخذ منها عبرة. الا ما خديتيهاش انت ياخدها واحد اخر. المهم اي حاجة كنستافدوا منها. بالنسبة للقصة ديال اليوم، هو تساؤل من واحد الاخت، هي طالبة انكم تعطيوها الاراء ديالكم في هاد الشي اللي دارت. واش هادشي اللي دارت واش صائب ولا ماشي صائب؟ هي كتقول هي مرتاحة لهاد الشي اللي دارت، ولكن بعض الناس يقولوا ليها لا، هاد الشي اللي درتيه راكي درتي فيه الذنوب. المهم حنا غنعاودوا لكم القصة ديالها كيف ما رواتها علينا وكيف ما عوداتها، ونتمنى انكم تشاركونا الاراء ديالكم وتقولي لنا اش بان لكم في هذه القصة. وقبل ما نبداو لا قصة ولا اي حاجة، نتمنى انكم تشاركوا في القناة وديروا تفعيل الجرس الا كيعجبكم القصص ديالنا، وما تنساوناش من لايك وتفعيل الجرس كيف قلت، وتبارطاجيو مع الناس اللي كتعرفوهم، ولا غير بارطاجيو في لي ريزو سوسيو اللي نتوما كتعاملوا فيهم. نتمنى القناة ديالي تنال الاعجاب ديالكم والقصص ديالي حتى هما ينالوا الاعجاب ديالكم، ونكون خفيفة ظريفة عليكم. انا ديما كنحاول نجيب كيف قلت لكم شي حاجة اللي نستافدوا منها وشي حاجة اللي تكون واقعية. يعني كنحاول انني ما نجيبش قصص من الخيال اللي هما راه موجودين لعلك ترضى، ولكن لا، انا كنبغي نتواصل مع الناس وناخذ القصص ديالهم ون... يعني الا خديت القصة او خديت شي حاجة كنبغيها تكون عبرة لوحدين اخرين باش يستافدوا منها ويفهموا الحياة ويفهموا منها شي حاجة. المهم بالنسبة للقصة ديال هاد البنت، كتقول انا عندي خويا الكبير من الاب ديالي. هو مشارك معاها غير باها، لان هو هذاك الولد والدو وباها مع شي مرا اخرى، وهذاك السيد لاباس عليه، هذاك خوها لاباس عليه، عنده الاملاك، عنده ميسور الحال، يعني شي واحد اللي لاباس عليه. قالت لك وحنايا الناس فقراء، يعني الناس مكحطين، ماشي زعما ماشي غير شويه، ولكن حنا مكحطين لدرجه اننا كاينين الايام ما كنلقاو ما ناكلو، وإلا تغدينا ما كنلقاو باش نتعشاو. ولكن هاد خويا اللي من با لاباس عليه، وما عمرو ما سول على با، ما عمرو ما عرفو بشي حاجه. غتقولوا لي يمكن باك تخلى عليه ملي كان صغير، يمكن باك ما كانش داه فيه. لا، هاد خويا ما عنده حتى شي مشكل مع با، علاقته مزيانه معاه، ولكن من الناحيه الماديه ولا من الناحيه ديال المحنه ما كيحنش فيه. هاد خويا ما كيعرف شي حاجه سميتها العائله، ما كيعرف شي حاجه الناس اللي قراب، كيعرف غير راسو والبرانيين هما مع من عايش. لدرجه انا اللي اختو راه ما كيعرفنيش، ما كيعرف لا صوتي ولا صورتي، راه ما عمرو ما شافني، ما عمرو ما هضر معايا. وحنا عارفينه فين كاين، عارفينه شنو خدام، عارفين الاملاك ديالو، عارفين عليه كل شيء. ولكن هو واخا عارف بان حنا هذا، عارف بان حياتنا مزرية، وعارف بان حنا ما عندناش، وعارف بان باه راجل كبير ومريض وما فحالوش عايش الفقر وعايش هذا، ولكن ما كيعرفوش بتا شي حاجة. المهم انا كنقرا، وصلت لواحد سميتو في القرايه صافي حبست، لان امكانيات ديال القرايه ما كاينينش، ما عنديش كندير باش نقرا ولا عندي كندير باش نكمل قرايتي، صافي حبست القرايه. عندي جوج خوت اخرين صغار عليا،
حتى هما ما قاريينش بحالي نيت. كنعيشو في العروبية. كنعيشو بداكشي اللي كتجيب الأرض ديالنا، يعني داكشي اللي كنجمعوه هو اللي كناكلو. الناس بساطة لواحد الدرجة حتى الحد. هاد خويا ملي كبرت ووصلت 17 عام، عرفت بان هاد خويا وصلوني عليه الخبار والناس وداكشي اللي كيعاودوا لينا عليه، بان هاد خويا عزيزين عليه البنات. من داك النوع اللي يصرف الفلوس غير في الزهو، يعني في داكشي ديال الزهو هذا يصرف الفلوس ما يهضرش، ما عندوش مشكل. ولكن لباه والعائلته راه ما كيعقلش عليهم. ايوا جيت واحد النهار وهي طيح ليا في بالي، قلت اش غادي ندير. بلاتي انا غادي نمشي ندبر على نمراتو. وبالفعل داكشي اللي درت، دبرت على نمرات هاد خويا، صونيت عليه وقطعت. ها هو كيصوني عليا، قلت لي راني غير غلط في النمرة. بقى كيهضر معايا، غلطي في النمرة طاطا المهم بقينا شويه بدينا كنهضروا شويه. هذا راه كيهضر معايا، راه خويا هذا اللي كيهضر معايا. بقينا كنهضروا، قال لي شنو كديري؟ قلت ليه كنقرا. فاش كتقراي؟ قلت ليه راني غادي نطلع للسيزيام، غادي نطلع للكوليج. ايوا صافي، بقينا انا وياه ديما كل نهار كيعيط ليا، كل نهار كيصيفط الروشارج، كل نهار. المهم خويا من داك النوع اللي قلت لكم عليه، زهواني. كيقول لي فاش كتقرا واش نجي عندك الليسي واش هذا؟ كنقول ليه لا، ما نقدرش لان كيديني با وكيجيبني، ما نقدرش. صافي. المهم بقى كيهضر معايا ديما في التليفون. ايوا قلت اش غادي ندير، اش غادي ندير؟ هاد خويا خاصني نخرج منه الفلوس، خاصني شي طريقه كي غادي ندير نخرج منه الفلوس. واحد النهار قلت ليه شوف، انا محتاجه واحد القدر ديال الفلوس، بغيتو الا كنتي قدرتي تسلفني، غير سلفني غير تنقاد الامور ديالي، نشري حوايج ديال المدرسه وداكشي. قال لي واش نتيا حمقى نسلفك؟ لا انا نعطيك. علاش غادي نسلفك؟ عطيني لاكارت ديالك ولا عطيني شي حاجه باش نصيفطهم لك. ومن طبيعه الحال الا عطيتو سميتي وعطيتو لاكارت، قلت لها انا راه اصلا انا قاصر باقي ما عنديش لاكارت. غنعطيك غير النمره ديال واحد صاحبتي صيفطهم ليا عليها. قال لي صافي. وانا نعطيه واحد النمره ديال واحد السيده، هذيك السيده ما غيطيحش عليها نهائيا. صيفط ليا عندها 1000 درهم، صيفط ليا عندها 20 ألف ريال. مشيت شديتها عند ديك السيده، جيت رتقت ديك 20 ألف ريال. شويه عاوتاني بان ليا تاني فيه البلان، درت ليه تاني حاجه اخرى. على نفس الطريقه هذيك السيده عاوتاني صيفط ليا تاني من عندها. واحد شويه جات العطله، قلت ليه محتاجه الفلوس والكتوبه وهذا، صيفط ليا 50 ألف ريال. شويه صيفط ليا التليفون، صيفط ليا شي حاجه ديال الذهب. المهم بقات التليفون بيناتنا وهويا مزعوط. بقى كيهضر معايا ديما نفس الطريقه، ديما نفس الهضره. وقت ما طلبت شي حاجه ما كيقولش ليا لا، ديما كيصيفط لي الحاجه اللي طلبتها منه كيصيفطها. شحال ما طلبت منه كيعطيه ليا. وانا نقول مع راساتي انا اصلا خاصني نخرج من العروبيه باش نمشي للمدينه ندير شي حاجه. وانا نقول اش غادي ندير، انا نمشي نحل الكونت. مشيت حليت الكونت في البنكه. كيصيفط ليا الفلوس، كتاخدهم ديك السيده كتجيبهم ليا، كنفيرسيهم انا في البنكه ديالي. بقيت معاه على هذيك الحاله تجمعت منه واحد المبلغ نيت صحيح ديال الفلوس. تقريبا وصلت لجوج المليون اللي وصلت معاه، لان داكشي اللي كان مولف كيصيفط ليا وصلت لجوج المليون، من غير داكشي اللي شرا ليا ديال الذهب، من غير التليفون اللي شرا ليا. ايوا صافي، ملي وصلت انا لدوك جوج المليون قلت اش غادي ندير، غادي نمشي ندير بهم مشروع ديالي ونمشي للمدينه. وهو داكشي نيت اللي درت. طلعت للمدينه، فتحت المحل ديال الخياطه، خدامه بخير وعلى خير. وخويا اليومين هذا ما عرفنيش بانني انا اختو مع من كيهضر. ما عمرو ما هو مع با ولا عمرو عرف، كيف قلت لكم ما عمرو ما عرف الصوت ديالي ولا عمرو عرفني نهائيا. حتى الا تلاقيت معاه في وجهي لوجهه انا كنعرفو هو ما كيعرفنيش.
أنا حاجة وحدة اللي بغيت نسول عليها، واش أنا هاد الشي اللي درت مع خويا واش غلط؟ واش غادي يحاسبني الله سبحانه وتعالى هاد التصرفات اللي درت دابا؟ واخا أنا عارفة بأن خويا يستاهل هاد الشي كامل اللي درت فيه، ولكن في نفس الوقت راه إلا قلت لكم راه كنا كتوصل فينا لواحد الدرجة أننا ما كنلقاو ما ناكلو، وخويا راه عايش الرفاهية وعايش مع راساتو وعايش حياته. أنا هاد الشي اللي درت دابا، درت هاد المحل ديال الخياطة، خدامة بيه وبخير وعلى خير، وكنعاون بيه دارنا، كنعاون بيه با، كنعاون بيه امي، ومعاونة بيه راسي، وعايشة بيه بهذاك المحل، عايشة بيه. غير هو الطريقة باش انا جمعت الفلوس ودرت هاد المشروع ودرت هاد الشي، اللي طريقة اللي استعملت مع خويا هي اللي باقا محنسرة ليا في خاطري. واش درت الذنب؟ واش غادي نصارحو ونقول ليه انا راه اختك وهذا الشيء اللي درت؟ ولكن في نفس الوقت خايفة من ردة الفعل ديالو، لان ما عرفتش كي غادي تكون ردة الفعل ديالو، ولا حتى كي غادي يتصرف معايا الا عرف بانني انا اختو اللي تفليت عليه، وانا اختو اللي خديت الفلوس. خديت منه الفلوس بسمية واحدة اخرى، بوجه واحد اخر. آه يعني ما عرفتش شنو غادي ندير. واش صافي نسد عليه ما بقيتش نهضر معاه، ما بقيتش نعبرو، ما بقيت حتى حاجه، ونمشي نكمل المشروع ديالي وعلى حياتي وندير بحال ما كاين والو، ولا نقولها لبا ونعترف لخويا حتى هويا. نتمنوا البنات الآراء ديالكم والتعاليق ديالكم، تقولوا لينا اشنو بان لكم في هذه القصة ديال هاد البنت اللي دارت المحل ديال الخياطة، ودارت هاد الطريقة باش جمعت الفلوس من عند خوها اللي كتقول انه ما كيعرفون بتا شي حاجة، ولكن البنات اخرين والناس اخرين كيصرف عليهم بسخاوة اللي هي خرجت من الفلوس ودارت بهم المشروع. نتوما قولوا لنا النظر ديالكم، اشنو غادي دير باش غادي تنصحوها؟ واش غتمشي تعترف لخوها ولا تمشي تعترف لباها، ولا صافي تكمش وتسكت وتكمل على المشروع ديالها وعلى حياتها بحال الا ما كاين والو؟ نتمنى الآراء ديالكم، ما تبخلوش علينا بالتعاليق ديالكم وبالآراء ديالكم، وقول لينا اش من حل بان ليكم في هاد القضية ديال هاد الأخت. ما تنساوناش في الدعم ديالكم وفي تفعيل الجرس كيف ديما تنقول. وخليتكم في امان الله وحفظه الى القصة القادمة ان شاء الله. ما تنساوناش، انا كنتسنى التعاليق ديالكم وكنتسنى الاراء ديالكم. مع الف سلامة.